طريقة تحضير الطاجين المغربي باللحم والخضر. مقدمة. مرحباً بكم في قناتي. في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة تحضير الطاجين المغربي الشهي باللحم والخضر. الطاجين هو أحد الأطباق التقليدية التي تتميز بنكهتها الفريدة وطريقة طهيها الخاصة. المكونات: قطع لحم، غنم أو بقر، خضروات مثل الجزر، البطاطس، الجلبانة والبصل، توابل مغربية مثل الكمون، الكزبرة والزنجبيل، زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود، ماء أو مرق. خطوات التحضير: 1. تسخين الزيت. في الطاجين سخني زيت الزيتون وأضيفي قطع اللحم لتحميرها. 2. إضافة الخضار. بعد تحمير اللحم أضيفي الخضروات المقطعة والتوابل. الطهي: أضيفي الماء أو المرق واتركي المكونات على نار هادئة حتى ينضج اللحم والخضار. التقديم: قدمي الطاجين مع الخبز المغربي أو الأرز. ختام: لا تنسوا تجربة هذه الوصفة الشهية في منازلكم. إذا أعجبكم الفيديو يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة المزيد من الوصفات المغربية التقليدية. شكراً لمشاهدتكم وأتمنى أن تستمتعوا بالطاجين.